صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا الكرانة جنة وطهانة والشمس هي طالعة ودخانة والطير يتسرح في سماها يلا معاها يلا معاها يلا معاها يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. ويا اهلا وسهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات، وجيت لكم اهو بسرعه بفيديو جديد وروتين جديد، وحاولت اهو ما اتاخرش عليكم. يلا بقى شجعوني باللايك القمر بتاعتكم اللي بجد بجد بتشجعني ان انا ابقى متحمسه كده وعايزه انزل فيديو على طول. وادعوا لي كده بس يا رب، يعني يا رب مش هقاطع. انتظم كده لاني بجد بزعل قوي لما ببعد عنكم، حقيقي بتوحشوني جدا. فشجعوني بلايك قمر زيكم، وشير لي الفيديو والكومنت السكر اللي انا بستناه وبحب ارد عليه، وكل مره هفضل اقول لكم كده وافكركم بالكومنتات. وكمان لو فيكم حد قمر اول مره يشوف القناه وعجبته، طبعا يشرفني وينورني انضمامك لينا. دوسي على كلمه اشتراك اللي هتلاقيها باللون الاحمر تحت الفيديو، وكمان دوسي على رمز الجرس وكلمه الكل، عشان دول اللي هيخلوا اشعار جديد يوصلك باي فيديو جديد بنزله وتقدري تشوفيه بكل سهوله. واهم حاجه تكتبي لي كومنت مسكر زيك وتقولي انك مشتركه جديده معانا في القناه عشان اعرف وارحب بيكي. بصوا يا بنات، بيفرق معايا جدا الكومنتات، وبيفرق معايا جدا لما حد جديد يشترك في القناه ابقى عايزه اعرف اسمه ومن انهي بلد، لان انا بحس ان بجد اللي بيشتركوا في القناه دول خلاص بيبقوا اخواتي، وبيبقى عايزه اعرف عنهم كل حاجه كده، ومن انهي بلد واسمكم ايه وكده. المهم جيت لكم بقى بالفيديو الجديد، تعالوا نرجع له. الفيديو النهارده بجد فيديو حلو قوي ومليان حاجات، وهنعمل مع بعض حاجات حلوه قوي، وتابعوني كمان عشان في مشتريات عايزه اوريها لكم واخد رايكم فيها كالعاده. انتوا عارفين اي حاجه كبيره او صغيره وبحب اوريها لكم، ويعني نشوفها كده مع بعض وتقولوا رايكم في الكومنتات. فيلا بينا على الفيديو. اول حاجه فقره الفطار اللي كلنا بنحبها وبتشجعنا. اليوم ده كنت صاحيه بدري، ودي يا جماعه احلى حاجه. حقيقي احنا بيفوتنا كتير قوي لما بنصحاش بدري بجد. نور ربنا وصوت كده العصافير والطاقه الايجابيه لما بنفتح الشقه، بجد يعني حاجه تاني. عملت فطار كده خفيف. انا بحب قوي لما بيكون عندي الباتيهات اللي هي الجاهزه دي العاديه، احطها في الساندوتش ميكر، بتبقى تديها قرمشه كده وبتغير طعم الجبنه، بيبقى طعمها حلو قوي. وكمان عملت الشاي بلبن بالطريقه دي زي ما انتوا شفتوا. احط الميه والشاي والسكر يغلوا وانزل عليهم باللبن. الطريقه دي الناس بيسموها كذا حاجه، يعني في ناس تقولك شاي بلبن بربري، بس انا بصراحه مش بحب الاسم ده. انا بحب الناس اللي يعني يقولوا ايه شاي بلبن نوبي، اوكي ماشي نوبي. المهم ايا كانت المسميات، فهو انا بحب طعم الشاي بلبن ده من وقت للتاني كده، بشتاق له ايه لما يكون ليا مزاج يعني. طلعت بقى بالفطار على البلكونه كده في نور ربنا والجمال ده. فطرت، وبعدين كان في طبعا تفاصيل تانية كتير. قعدت الف في الشقه كده شويه اشوف لو ورايا حاجات، احط الغسيل في الغساله، وكمان اتفرجت على فيلم قديم. انا بحب قوي الصبح مع الفطار اتفرج على فيلم قديم، ما تفهموش يعني كيفي كده مش عارفه فيه ايه. ويلا بينا بقى كده العرايس الحلوين، يلا ندخل بقى على المطبخ. اي واحده جوزها بيقول لها تعالي اعملي لي كشري، تقول له يا لهوي كشري، ويبقى عندها بقى زهر من الكشري خالص. تعالي هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وتركاته تخليه طعمه تحفه. زي ما انتوا شفتوا، اول حاجه جبت العدس اللي هو بجبه ده او العدس الاسمر، انا مش عارفه انتوا بتسموه ايه، غسلته كويس قوي وخليته زي الفل. ورحت نقعاه في ميه سخنه. ممكن تنقعيه وممكن تسلقيه، يعني مش هياخد 10 دقايق على النار زي ما تحبي. هنا بقى كنت بوريكم ايه، دي اسمها مكرونه كشري. انا بروح للعلاف اقول له عايزه مثلا نص كيلو كيلو مكرونه كشري. بينقي لي بقى، بصوا من خيرات الله زي ما انتم شايفين، مكرونه صغنونه على مكرونه رفنوعه على مكرونه مش عارفه ايه، بدل ما افضل اجيب كيس من كل حاجه واحس ان الكميات بهوقت. خدوا بالكم يا بنات، الكشري من النوع اللي هو يعني ما شاء الله كده الكميه بتفرش يعني، فخدوا بالكم لو جبنا كيس من كل حاجه هنلاقي الكميه كبرت قوي، ما نبقاش عارفين نوديها فين ونخبط على الجيران نديهم. المهم دي المكرونه. عملت ايه بقى؟ شغلي نفسك على كل العيون. انا حطيت عينه اهي على جنب فيها الميه بتاعت المكرونه زي ما انتوا شفتوها تغلي، وحطيت فيها شويه زيت، وهبتدي بقى ان انا اعمل الرز بتاع الكشري. وركزوا بقى معايا في اللي جايه دي، طبعا كلام العرايس الجداد. اول حاجه في الرز الكشري او اي رز عامه، حمري الشعريه قوي، اوعي تحرقيها بس حمريها قوي. ليه؟ الشعريه من الحاجات اللي لما بتتحمر شويه وتنزلي عليها بالميه والرز، وبعد ما الرز بيستوي بتلاقي لونها فتح شويه،
فلو انتي اوريدي عاملاها فاتحه هتلاقيها بعد ما الرز استوى افتحت قوي قوي وبقت يعني كانك مش محمراها. فاحنا بنحمرها حلو، مش اوفر عشان ما تمررش. بصوا خير الامور الوسط يعني، ولا هي اوفر قوي ولا هي تبقى بيضه. وبننزل بقى بالرز ونعمل ايه بقى، شويه ملح وتقلبي. التركيه دي بقى مهمه قوي برضو للرز الكشري او لاي رز، انك تغلفي الرزايه بالملح وبالزيت وانت بالتقلبتين دول. يعني ما تنزليش بالميه على طول، لازم تقلبي. طالما الرزايه اتغلفت بالملح وبالزيت عمر الرز بتاعك ما هيعجن منك ابدا ابدا ابدا. بعد كده جبت صفيت اللي هو العدس بجبه ونزلت بيه وبرده يتقلب معاهم. خدوا بالكم من حاجه، ميه العدس بجبه اللي انا قعدته فيها مش موجوده، هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي، ما رميتهاش خدوا بالكم. ولو انتوا هتسلقوه برده ما ترموش ميته. المهم قلبت بقى كل الكلام ده مع بعضه، ولازم زي ما بقول لكم يتقلبوا كويس قوي علشان ما يعجنش. تمام. رز السمك، رز الكشري، الحاجات اللي بيبقى فيها تفاصيل كتير دي احيانا بتعجن شويه. ما تخافيش، اعملي بالطريقه دي وميتك تبقى مغليه، يعني اوعي تنزلي بميه بارده، ميه مغليه من الكتل. وبس هيطلع احلى رز يعني، وهيبقى طعم بالف هنا يا رب على قلوبكم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا جبت بقى ايه الميه بتاعه العدس اللي احنا كنا نقعينه فيها، او لو انت سلقاه برضو احجزي ميته. هتنزلي بمكعب مرقه، تمام، ايا كانت، مرقه خضار او مرقه دجاج عادي يعني. عايزه تستغني عن الخطوه دي براحتك، بس هي بتطعمه يعني. دوبتها فيه وابتديت ان انا انزل بيهم. طب هي ميه العدس دي هتحليه يا نيمو، هتخلي طعمه حكايه حكايه. وطبعا لان الميه ما كفتش فانا كملت بميه مغليه من الكتل. بجد جربوا ان انتوا الميه اللي نقعتوا فيها او سلقتوا فيها العدس تسووا بيها الرز يعني. بصوا حكايه. المهم البهارات عباره عن ايه، مفيش حاجه، هما شويه كمون شويه فلفل اسود وخلاص. على كده قللي بهاراتك خالص، يعني هي تقريبا الكشري حبيب الكمون شويه. بس كده بنبتدي بقى ان احنا نقلب وتظبطي بقى الملح بتاعك. خدي بالك الرز الكشري او اي رز خليه مالح شويه شويه، مش قوي. ليه؟ عشان هو لما بيشرب ميته بيرجع يبقى عادم شويه. فلو انت عملتيه من الاول عادم هتلاقي الكل يقولك الرز ده محتاج ملح. فلا، على ايه، احنا شاطرين ما نحتاجش الكلام ده. قلبي بقى اي رز يا بنات يغلي يبتدي يشرب ميته تبتدي توطي عليه. برضو غلطة بيقعوا فيها الناس ان هم يوطوا على طول قبل ما هو يبتدي، يعني يكون دخل في البداية ان هو يشرب المية، يعني يكون المية عالية فيه ويوطوا. لا، طب ما هو هيعجن. انت اول ما تحسي ان هو هيبتدي يشرب ميته مش هيبتدي يستوي، لا هيبتدي يشرب المية توطي وتغطي على طول. هنا بقى انا نزلت بالمكرونة العادية لان هي بتاخد يعني سوا شوية عن المكرونة الاسباجيتي. هنا كنت جايبة برضو مكرونة سباجيتي سايبة. باكد تاني على كميات الكشري عشان بيتعمل من كذا صنف، فطبعا ده مع ده مع ده بيرمي ما شاء الله كميه. فخدوا بالكم اوعوا يعني لو انتوا عدد افراد الاسره صغير ما تكتروش في الكميات، عشان بعد ما تخلصوا هتلاقوا ايه الكميه يعني فرشت يعني. نزلت بقى يعني استنيت مثلا 5 دقايق كده ولا حاجه ورحت نازله بالسباكيتي كله يستوي مع بعضه في حله واحده. بصوا عايزين نخلص الكشري يبقى مشغلين كل العيون، نحس ان هو خلص في وقت بسيط وتفاصيله بسيطة مش كتيرة، وفي نفس الوقت الحلل كمان قليلة. يعني احنا هنفضي حلة المكرونة دلوقتي، انا هعمل الصلصة فيها عادي جدا، ما هي كشري مكان كشري، انا مش جايبة حلة سمك عاملة مكانها كشري. المهم ان احنا لما نخلص من الاكلة اللي يكون ليها تفاصيل كتير زي الكشري المكرونه البشاميل الكلام ده كله اللي الناس دايما متعقده منه، ما نحسش ان احنا طقم الحلل بتاعنا كله موجود على الحوض ومطلوب مننا ان احنا نغسله. فلا يعني عادي شغلي نفسك كده واعملي الحله استخدميها كذا مره ومفيش اي مشكله خالص. قلبت بقى وزي ما قلنا شويه زيت وشويه ملح وخلاص على كده. ولما نحس ان هو استوى طبعا من غير ما تدوقيها هي لونها بيغير، فانت بتعرفي دايركت كده على طول ان هي ايه استوت. كل حاجه في المطبخ بتيجي بالممارسه، كل حاجه. خلاص بقى كده ايه خدتها علشان اصفيها. وهنا بقى بوريكم الرز، شايفين الرز استوى؟ بصوا مفلفل ازاي يا جماعه، بصوا القمر، بصوا مفلفل ازاي، طعمه حكايه 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 يعني. بصوا حلو جدا جدا جدا. وشايفين اللون بتاعه، لا يعني بجد حلو قوي. وانا من الناس اللي لما باجي اغرف الكشري بكتر الرز عن المكرونه، لاني انا بحس ان الطعم كله في الرز. يعني المكرونه هي خلاص مكرونه مسلوقه وخلاص، لكن الرز لا، بيبقى الطعم كله بقى والحكايه كلها في الرز. ده على حسب يعني، في ناس تقول لا كتري لي المكرونه اكتر عن الرز.
هنا بقى هنعمل اهو حله المكرونه، هنا هعمل فيها الصلصه بتاعه الكشري عادي جدا، والمكرونه سبتها تتصفى في المصفى. صلصه الكشري سهله قوي، بنزل بحبه توم كده حلوين. هو الكشري يا جماعه حبيبه قوي يعني الكمون والثوم شويه. ونزلت بقى هنا تقريبا دول كانوا كيسين او 3 صلصه متفرزه، طماطم متفرزه يعني. والبهارات مفيش اي بهارات، هي حاجات بسيطه. كمون هو ده بيبقى الجوكر عندنا، الكمون. ونزلت كمان بشويه كزبره مطحونه وشويه بابريكا. طبعا البابريكا عادي لو كترتي منها مفيش مشكله، هي مش بتاثر في الطعم لكن هي بتخلي اللون حلو. ودي شطه حسب الرغبه، انتوا عايزين تمام مش عايزين لا. بس نصيحه، الاكل اللي من غير شطه بيبقى طعمه مش حلو. يعني حطي حتى لو نقطه صغنطوطه بس، عشان برضو الناس اللي ممنوعه من الشطه وكده واللي عندها اطفال، بس نقطه مش هتاثر. سبتها مع نفسها وظبطت الملح، وتنزلي بمكعب مرقه فيها. وسبتها بقى ايه تغلي كده وتتسبك. وجيت هنا بعمل اللي هو اسمه ايه، قولوا معايا، البصله. ده كان بصل مجفف عندي، كان بصل مجفف في الفريزر. مجفف يا بنات مش مفرز، خدوا بالكم. بتجيبوه من عند العطار عادي. فالمهم يعني ده مجرد ما بيشم الزيت خلاص هو بتلاقوه بقى بالمنظر ده ومقرمش قرمشه رهيبه. انا بحب اخليه في الفريزر علشان الكشري والاكلات دي، كشري بقى، البصاره، الحاجات اللي بتحتاج على وشها البصل دي. المهم وبعد كده خلاص جيت بقى علشان اعمل الدقه، برضو سهله قوي وكنت بنسى مقاطع بس بقول لكم عليها اهي في الفيديو. يعني انا نزلت بالثوم، نزلت بشويه ميه، وكمان عصرت ليمون بس نسيت اعصره معاكم. وطبعا حبه كمون حلوين، تنزلوا كمان بشويه شطه وبكوبايه خل. بصوا هي تقريبا بتبقى كوبايه ونص مثلا ميه، او كوبايتين ميه مع كوبايه خل، طبعا ايه مش كبيره قوي. وتظبطوا الملح بتاعكم، ممكن كمان سنة كزبرة عادي جدا مفيش مشكلة. خلاص. الخل بيبقى شوية كتير في الدقة بس ما تكتروش قوي عشان ما يعملش زي حرقان كده يعني على صدركم فيتعبكم. هنا دي ايه، دي كبشة طماطم من اللي احنا لسه يعني عاملينها، الطماطم العادية، صلصة الكشري اللي احنا لسه عاملينها. خدت كبشة بتدي طعم حلو قوي وبتقلل شوية من الحدية بتاعة الخل، وفي نفس الوقت لونه بيبقى جميل قوي. خلاص كده خلصنا منها. في طريقه، يا اما تعمليها على البارد يا اما تدي الدقه دي غلوه شويه على النار، بس انا يعني عملتها على البارد. تعالوا بقى نغرف كده الكشري القمر اللي ما خدش في ايدينا ثواني ده. ده الرز اهو، بصوا مفلفل ازاي يا بنات، بصوا الرزايه برزتها، بصوا عاملين ازاي. وكمان هبتدي بقى اغرف المكرونه. الطبق ده على فكره كان ليا لان انا كنت مكتره فيه الرز، لان انا عندي الولاد يحبوا المكرونه اكتر. وبعدين الصلصه اهي، طبعا لما بتبتدي تتسبك بنطفي عليها، وهي مش بتتسبك يعني ايه اللي هو قوي قوي انها تنشف، لا طبعا بيبقى فيها شويه ميه. ودي الدقه، انا عامله دقه كتير لان احنا بنحب الدقه كتير قوي. انا ولادي ممكن ياكلوا الكشري ده كأن الطبق فيه شوربه دقه، مش عارفه. اقعد اقول لهم انتوا بتاكلوا دقه بالكشري مش كشري بالدقه على فكره. وبعدين نزلت اهو بشويه البصل القمر اللي بيسموه الورد، محلات الكشري تقولك كتر لي الورد على وش الطبق. وبس كده، احلى واطعم كشري ممكن تاكليه في حياتك. جربوه بالطريقه دي، سهل، مش هياخد معاكم مواعين، والتريكات دي بتخليه طعمه حلو قوي. وبالف هنا على قلوبكم يا رب. عملت ايه تاني معايا، هنا كنت بسلق بطاطس، قطعتها شرايح تخينه كده وبحط فيها توم وببتدي ان انا اسلقها زي نص سلقه كده، وبحط معاها بصل. تمام. بعدين بغلفها بخلطه كده، يعني هبقى اعملها معاكم بس انا ما كملتهاش معاكم بصراحه، ما كملتش تصوير عشان الولاد كانوا جعانين قوي. المهم بخلطه بدقيق وشويه بهارات وشويه ميه، وبعدين بنزل بيها بالفيجيتار الكريسبي وبحمرها، فبتبقى عامله زي البانيه كده بس هي اصلا بطاطس. يعني الولاد بيحبوا ياكلوها كده مع الكشري، يعني عارفين اللي هو زي سناك كده. تمام. واحيانا بيبقى بطاطس محمره جنبه على حسب، يعني مش عايزين تاكلوها خالص معاهم، مفيش اي مشكله، هو الكشري بيوفي ويكفي يعني. بعد كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني، ما هو احنا يومنا كله النهارده في المطبخ، بس تابعوا معايا عشان المشتريات بقى في الاخر. بصوا بقى، كان عندي قطايف. القطايف دي يا بنات عندنا في محل هي طول ايام السنه، يعني احنا بصوا شبعنا منها في رمضان حرفيا. بس هي موجود المحل يعني طول ايام السنه عادي يعني. فمهم يعني في الوقت ده كانت نفسي هفتني عليها، فجوزي جابها لي. بصوا بقى، ركزوا بقى انا بعمل القطايف ازاي. يعني هي بصوا الحاجات دي بسيطه قوي، وعلى فكره وزي ما بقول كل فيديو، يعني ممكن تبقى حاجات تافهه جدا بالنسبه لناس، وبس انا بقول للي ما يعرفوش واللي داخلين المطبخ جديد.
احنا بنحطها اي مكسرات عندنا. انا هنا كنت عامله سوداني مع مكسرات الاتنين مع بعض. بجرشهم كده، يعني عارفين اللي هو نص جرشه كده في الكبه او في المطحنه، بس مش قوي يعني، مش هتبقى بودر طبعا. ببتدي ان انا اقفلها. اول حاجه بتقفليها كويس، في ناس بتقفلها وخلاص على كده، لا انا بحب اديها شكل. بتجيبي الشوكه وتبتدي زي ما انا بعمل كده، بصوا، تقفلوها بالشوكه فبتدي تضليعه. في ناس ممكن تقفلها على كده خلاص بعد الشوكه تمام، لا، بتقلبي الشوكه وتديها، بصي النغزات دي، فبتبقى شبه الورده. انتوا شايفينها بقت عامله ازاي؟ على فكره انا قصدت المقطع ده ان انا اعمله معاكم كام واحده كده، علشان بصوا بجد بقى طعمها حلو. فلما يجي بقى حد كده ياكل عندك قطايف في رمضان ولا في اي وقت، ويلاقي القطايف شكلها حلو، يقولك ايه الجمال ده، انت جايباها من بره ولا ايه؟ فبجد بيعجبني الشكل ده قوي وبيعجب الولاد كمان. عايزه تقفليها القفله العاديه دي براحتك خالص، بس يعني خليكي مميزه كده في اكلك. اهي بصوا زي ما انا بوريها لكم كده، بنقفلها الاول عادي جدا وتقفلوها بالراحه. وطبعا القطايف مش عارفه، هنا كنت بوريكم ده لوز بوريكم لوز. لما القطايف كل ما تجيبيها طازه تبقى احلى، وتجيبيها تعمليها على طول. بصوا اهي بقفلها بالشوكه واقلب الشوكه وابتدي ان انا انغزها كده فبتبقى شبه الورده. وعايزه اقول لكم ايه كمان، لو انت هتفرزي القطايف، هي بتتفرز عادي جدا طبعا، انا عندي منها في الفريزر، هبقى احمرها معاكم برضو مره تانية. تفرزيها مقفوله وجاهزه. اوعى يا بنات تاخدوا، انا مره زمان ما كنتش اعرف، وبعدين قلت افرزها بقى الشطاره بقى، رحت جايباها بطبقها كده زي ما هي، ورحت يعني رصاها كده وشلتها في الفريزر. طبعا العجينه فرولت وما كانتش راضيه تتقفل وخلاص، يعني هي باظت واترمت. فهي تتجاب طازه، تتحشي وتتقفل وتبقى زي ما هي ما انتوا شايفينها في الصينيه كده، وبعدين ترصيها ايا كان بقى في طبق من اللي هم الفويل، بس تحطي عليه ورقه او حاجه، يعني تحطي عليه كيس كده شفاف، او في كيس ما فيش مشكله، وتتشال في الفريزر، تطلعي تقلي على طول. لكن ان انت تشيليها عجينه كده خلاص انسي. وان انت تجيبيها وتحطيها في التلاجة حتى لو ساعتين 3 او يوم، وتقولي هعملها بالليل اصل انا مكسله، برضو انسي، لان هو عجين، ففي النهايه هتلاقوه لزق في بعضه وخلصت على كده. فلازم تحشوها الاول. تعالوا بقى نعمل الشربات او السيرب، انا مش عارفه انتوا بتسموه ايه. هنا زي ما انتوا شفتوا الكميات بالظبط، السكر والميه. وبعدين ابتديت ان انا اقلبهم كويس قوي. احنا بننزل بكوبايه سكر كوبايه ميه، كوبايتين سكر كوبايتين ميه، فالسكر قد الميه. شوفي بقى انت عامله كميه ايه واعملي زي ما انت عايزه. ابتديت ان انا اقلبهم. يا بنات تقلبوا في اتجاه واحد او ما تقلبوش خالص، تمام، وتوطوا العين، هو يعني هيسيح مع بعضه. نزلت عليه بنص ليمونه كده، يعني كام نقطه ليمون كده. وابتديت ان انا اسيبه يغلي شويه. هو بيغلي تقريبا ايه يعني ربع ساعه حاجه كده. وبعد كده بالفانيليا السايله دي كام نقطه في الاخر. عايزين تستغنوا عن الفانيليا تمام، بس هي بصراحه بيبقى طعمها مميز قوي. خلاص غلى شويه و يعني هنا كنت بقول لكم ان هو كده خلاص نطفي عليه ونسيبه. اوعوا تقلبوا بمعلقه اللي هي المعدن وتنطوروا، لانه هيسكر، هيبقى فيه سكر في القعر. فزي ما قلت لكم في اتجاه واحد او ما تقلبوش خالص. بصوا بقى، هو ده اللي هو السيرب التقيل بتاع القطايف واللي هو بلح الشام والحاجات دي. بصوا عامل ازاي، عسل نحل، عسل نحل حقيقي. لو انتوا في رمضان او بيجيلكوا عزومات، اعملوا كمية عادي وحطوها في قلب برطمان ازاز في التلاجة، ما يطولهاش مية ولا تقلبوا ولا تاخدوا بالمعلقة. لو عايزة صبي، يعني صب في طبق خارجي. وسيبوها واقفلوا البطرمان، هتفضل معاكوا بالاسبوعين 3 شهر في التلاجة ولا يجرالها اي حاجة. وكل ما تعملي قطايف هتاخدي منها وبس تنزليها كده في العسل بتاعها وخلاص، على كده مش هتتعبي بقى ولا تعملي الكلام ده كله تاني. بصوا بقى انا كده كنت حمرتها وبجد كانت حلوة جدا جدا جدا، وكان طعمها حلو قوي. انا من عشاق القطايف يا جماعة بصراحة. عايزه اقول لكم في ناس مع المكسرات او مع السوداني، ما عندكيش مكسرات عادي، مشي نفسك سوداني وتدقدقيه كده، او تحطيه نص يعني ضربه كده في الكبه او في المطحنه نص ضربه تكسريه بس عادي جدا. في ناس بقى بيحطوا معاه سكر وهم بيحشوا القطايف، فمش عارفه، لا انا مش بعمل كده خالص يعني. كفايه العسل اللي هي نازله فيه يعني كفايه. المهم كنا بقى في اليوم ده وحلينا والدنيا كانت تمام. اللي وصل معايا لحد هنا بقى وعجبه شكل القطايف، ما تنسوش تحطوا لي اللايك. وتعالوا بقى نشوف المشتريات اللي انا كنت جبتها.
بصوا بقى، انا كنت في المرشدي وعجبني قوي طقم الكوبايات ده. انا عندي دروب في الكوبايات اللي هي بتاعت الشاي. يعني جوزي يحب يشرب في الكوبايات دي اللي هي ام ايد، وانا على طول بتتكسر، مش عارفه في ايه. المهم، فعجبني الشكل ده. هو المونارك حلو قوي، والازاز بتاعه نقي وشكله حلو قوي، يعني حسيته حلو شيك كده. فجبته، وعايزه اقول لكم من ساعه ما جبته جوزي مش بيشرب غير فيه، يعني هو عاجبه قوي الشكل ده. دايما احنا عندنا دروبات كلنا اكيد، يعني في الكوبايات اللي يجي يجيب كوبايه تقع، اللي يجي مش عارفه ايه. المهم الطقم ده تقريبا كان عامل 100، كان ب100 جنيه. جيت كمان جبت الطقم ده كان اقل منه، بس شكله برضو عجبني. الطقم ده كان عامل بيتهيالي كان ب75 جنيه او ب70 جنيه، يعني حاجة كده مش فاكرة بالظبط. بس شكله برضه حلو، يعني انا بحب اشرب في ده بقى، يعني انا ده اللي عجبني اكتر، ان انا بحب اشرب فيه. بصوا شكله امور قوي. قلت يلا طقمين، يعني عبال ما يتكسروا نكون احنا رحنا تاني. مش عارفة في ايه. وبصوا بقى، تعالوا القمر اللي عجباني، اللي انا بجد اشتريتها وفرحانة بيها جدا جدا جدا. برضو كانت من المرشدي. جبت الفاز السكر دي. بصوا، ممكن يجيولي سؤال في الكومنتات: نيمو انت على طول فازات فازات؟ انا من عشاق يا جماعه الفازات والديكورات والحاجات دي. الفاز دي بصوا هي حلوه قوي، هي زي الكريستال كده. وانا عجبني بقى تفاصيلها. دايما الفازات اللي زي كده نلاقي عليها اللي هو الفحر اللي فيها ورق شجر ورد مش عارفه ايه، فدي بتبقى تقليديه، ما بتعجبنيش بصراحه، مش بحب اجيبها خالص. اما دي عارفين اللي هو ايه، انا مش عارفه، هي عامله زي البلاطات كده. يعني انتوا شايفين تفاصيلها، وعايزه اقول لكم يعلم الله الكاميرا ظلماها. هي عامله زي البلاطات كده، وشكلها حلو قوي وجميله جميله. بصوا بقى، حطيت فيها الورد التوليب، قمر قمر، عجباني جدا. انا كنت مفتقده ان يكون عندي فاز بالشكل ده. دايما الشفاف اللي عندي تلاقوها يا ساده يا فيها تضليعه خفيفه، فدي بصراحه عجبتني وحسيتها مختلفه. وبقولي بقى رايكم فيها في الكومنتات. جبت كمان المفرش ده بتاع الخبيز. بصوا، هو بيتحط على الرخامة، ونبتدي ان احنا ايه نفرد عليه بقى المعجنات والكلام ده كله، فبيريحنا بقى يعني من بهدلة الدقيق. وطبعا نبقى ضامنين اكتر ان ده هيبقى يتغسل، فاحنا نبقى ضامنين اكتر برضو بدل ما نحط على الرخامة مباشرة. ويقال في ناس بتقول بيدخل الفرن، معرفش بيفردوه في الصينية، بس انا ما جربتش ومش هجرب، لاني هو سعره مش غالي. وانا الحاجات الرخيصه السيليكون ما بحبش ادخلها الفرن ولا اتعامل معاها على النار مباشره نهائي، ولا بلاستيكات رخيصه ولا سيليكون رخيص خالص، فانا هخليه فوق الرخامه وبس. بصوا بقى، جبت ايه كمان؟ جبت الفوط دي اللي بنصفي عليها المواعين، حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم مش انا اللي جايبه الفوط دي اختي كانت جابتهم، كانت راحت مكان يعني جنبها وعجبتها قوي. فقالت لي، لان احنا كنا دايما نشوف منهم الخامه اللي هي بتبقى وحشه مش حلوه، ما تنشفش مواعين خالص، وفي نفس الوقت الحجم صغير. فبصراحه اول لما كلمتني وقالت لي ان هي لقيتهم وخامتهم حلوه وحجمهم حلو، قلت لها لا، ده انت هاتيلي بقى معاكي 3. قلت واحده تتوسخ احط التانية وكده، والواحد عشان مش بيلاقي الحاجات كتير قدامه، او انا مش عشان مش بنزل كتير، فبالمره بقى بجيب بالمره. بس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، واسفه جدا لو كان طول عليكم، اتمنى ما تكونوش زهقتوا مني. واللي وصل معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تدعموني بلايك قمر كده زيكم، وكومنت السكر اللي انا بستناه، وشير لي الفيديو. واستنوني بقى في فيديو جديد، اشوفكم على خير ومع الف سلامه.